يا مساء الاختلاف الجميل. احنا النهارده معانا ضيف غالي علينا جدا، وهو الامن والامان بتاعنا والظهر والسند والاب. معانا الدكتور احمد جمال بابا. معانا دكتور احمد جمال، استشاري جراحه المخ واعصاب، بس هو معانا النهارده كبابا. مش كانه دكتور ومش وظيفته. يا بنتي ارحميني كبابا. مش كانه مش بوظيفته المهنيه، لا كانه اب كبابا وزوج. كبابا. حرام عليكي. اهلا بيك يا دكتور، والله العظيم منورنا. لا ثانية انا مبسوط جدا ان انا معاكم حبيبي النهارده. حبيبي. ليه؟ بابا انت شايف الابوة ازاي؟ شايف الابوه ازاي؟ الابوه دي حاجه صعبه قوي، مسؤوليه كبيره قوي على البني ادم، انه يبقى مسؤول عن افراد في حياته، لازم يوفر لهم كل حاجه. تمام، رعايه، وطبعا يوفر لهم عيشه مناسبه whatever هي ايه، يعني هل هو يقدر ماديا او ما بيقدرش ماديا، لكن تكون عيشه مناسبه فيها كرامه وفيها حريه. تمام، وده انا اتعلمته على مدى حياتي كلها. ولا اتعلمتوا فيهم؟ اتعلمت فيهم، دي حقيقة طبعا، لان احنا برضو اتجوزت في فترة انت صغير. مش صغير قوي، لكن في فترة برضو كان شغلي اكتر مسؤولية، يعني كان في مسؤولية كبيرة قوي. وقت كبير من حياتك كان في الشغل. بالظبط كده. كنت وقت، يعني انت وقت حياتك اصلا في اول الجواز كان وقت كبير جدا جدا مقضيه في المستشفيات وفي صح. الشغل والكلام ده كله. صح. كنت لسه بتأسس كنت سايب نفسك؟ المسؤولية عليكي اصلا. ايوه، انا بحاول اديك هنت كده عشان تحاول ترمي الكلام. دي حقيقة كانت مسؤولية، يعني انا فعلا وطول عمري اصلا المسؤولية اللي هي في البيت برميها على حد. وطبعا ايه الحد ده؟ انا حضرتك، يعني حضرتك ممكن تقول برميها على مراتي انا. هو انت حد؟ دي حقيقة. طب وانت بجد شايف الابوه دي حاجه مهمه؟ يعني البني ادم مهم ان هو يبقى اب ورب اسره ويبقى عنده اولاد، ولا زي فكر الشباب دلوقتي ان هم مش عايزين يعملوا، مش حابين ان هم يبقى مسؤولين؟ ما هو خلي بالك دلوقتي الشباب بيهربوا من المسؤوليه، حتى لما بيتجوزوا بيبقى اول حاجه بيفكروا فيها مش عايزين يخلفوا. في الفتره دي الله يكون في عون الشباب. تمام. فتره صعبه جدا ماديا ونفسيا، وعليهم ضغوطات كبيره قوي. تمام. وكمان الفرص العمل قلت قوي، واخده بالك؟ فطبعا لا، الله يكون في عونهم. لكن على ايامنا طبعا هي برضو كان في مسؤوليات وصعوبة، لا بس مش زي دلوقتي. انت قصدك عشان المتطلبات اختلفت كتير قوي؟ ما هم اللي عاملين كده، المتطلبات اختلفت كتير قوي. بالظبط كده، ما هي المشكلة فيهم. يعني انا وانت بدأنا ببداية بسيطة جدا لكن دلوقتي بقت المتطلبات كتيرة جدا، لان احنا ما كناش باصين للمتطلبات. احنا كنا باصين ان احنا عايزين نعمل عيله. بالظبط. واحنا من قبل ما نتجوز احنا بنفكر ان احنا يبقى عندنا اولاد. دلوقتي البنات والولاد مش عايزين يفكروا حتى في الولاد ولا الانجاب. لا، الاسر كده، هم خلاص عايزين يتجوزوا وخلاص. تطلبات الاسره بقت جامده على الشاب نفسه. تمام. الاهالي طالبه حاجات كتير قوي قوي. مش صح. وبالتالي بقى كله يهرب من ان هو يكون عيله او اسره يعني. طب نحب نعرف راي حضرتك، انبسطت معانا في الرحله؟ لسه لا، الرحله بتاعت حياتنا كلها، ال 23 سنه اللي فاتوا دول انبسطت فيهم؟ طبعا انبسطت عشان انا جيت في الدنيا. في حاجات اكيد عشان حياتك. عشان في حياتك. لا طبعا انبسطت كتير قوي. تمام. وكفايه ان هي علمتني ان انا اشيل مسؤوليه ناس. كنت بشيل مسؤوليه عيانين طبعا دي حاجه، لكن طبعا ان انت تكون مسؤول عن اسره كامله بكل متطلباتها دي حاجه تانية خالص. طب اسال بقى سؤال كده ايه طبيعي، كان نفسك في كام ولد؟ ايه كان نفسك انت في كام ولد في الاول خالص؟ طيب انا في الاول خالص، بعد اذن حضرتك اعتراف حقيقي وطبيعي ومن غير كذب. حقيقي انا في الاول خالص ما كنتش عايز اطفال. لا واحد كنت متفق على واحد، ما تكذبش. احنا في الاول بس في الاول، لا هو في الاول لكن واحد، بعد كده اتفقنا وبعد كده هو اكتشف انه معاه بني ادم ما بتعملش حاجه غير انه تجيب اطفال. كنت يعني هتعيش من غيري؟ لا ما اقدرش طبعا. يا نهار ابيض. انا اللي جايبه لك سعاده في حياتك. دي من اصعب لحظات في حياتنا حضرتك. طب قول لي يا احمد،
الناس بتشوفنا من بره ان احنا الحياه المثاليه، وان الناس دي ما بتتخانقش، والناس دي على طول بتهزر وعلى طول بتضحك ومش عارف ايه والكلام ده. ودي مش حقيقه. الحقيقه ان احنا بني ادمين عاديين جدا، طبعا بنتخانق طبعا وبنختلف وبنضحك طبعا كتير جدا وبنتخانق كتير جدا وبننبسط مع بعض كتير وبنسافر وبنعمل كل حاجه. تمام. ده الطبيعي. ده الطبيعي ان الحياه بيبقى فيه، اصل ما فيش اتنين زي بعض عايشين مع بعض. ما فيش حد كده، لا انا دماغي زي دماغك، احنا ممكن نختلف بالليل على فتح التكييف وقفله. صح، ده حقيقي. ويتقوم عليها خناقه عادي جدا. طبعا. عايزاك تقول لي انت الموضوع من نظرتك، ان انت شايف حياتنا ازاي؟ ان هي الحياه العاديه زي اي بيت في العالم كله، مش في مصر، في العالم فعلا. بالظبط. الناس الطبيعيه لازم يبقى في اختلاف، ولازم يبقى في اتفاق على حاجات. تمام. والحياة بتاعتنا او فترة الرحلة بتاعتنا كان فيها اختلافات كتيرة جدا طبعا. وكان فيها خناقات كتيرة قوي. ايه اللي بيخلي الموضوع يبقى في احترام؟ هل انت شايف ان انا وانت الاحترام اللي بينا هو اللي مخلي الموضوع مستمر؟ ولا الحب اللي احنا اصلا كنا في بداية خطوبتنا ان احنا كنا اتنين بنحب بعض؟ ولا الولاد ولا العشرة؟ ايه اكتر حاجة انت شايفها مخليانا مستمرين؟ كله صراحة، كل جزء، كل سبب اللي انت قلتيه، العيلة، الاولاد، الاحترام، الحب، ده كله طبعا انا بحس ان هو زي مثلث او دايرة بتكمل بعض. هي سلسلة ماسكة ببعضيها. تمام. صح. وبتخلي العلاقة قوية. صح. لان اوقات كتيرة قوي بنختلف وبتوصل للاختلافات حتى فكر الانفصال، لكن السلسلة دي ربطانة بالظبط كده، ما بتخليناش نسيب بعض. صح. طيب عايزين نحكي قدام الناس ان بابا كان هو الداعم الاول والاخير لغايه النهارده. وعايز اقول حاجه بس، ان اصلا بابا هو اللي جاب فكره البودكاست. ده حقيقه. طب نقول الاول ان هو كان داعم ازاي لينا. احنا اول ما عملنا دخلنا السوشيال ميديا، كنت اول حاجه لما جيت قلت لك انت وافقت وما اعترضتش خالص. صح كده؟ معمول على فكره اي اباط دلوقتي بقتش توافق. بثق في كلامك وفي رؤيتك. تمام. وما عملتيش حاجه او ما قلتيش حاجه، ومش بقول الكلام ده عشان احنا بنصور، ما قلتيش حاجه وطلعت على فكره. انا طول الوقت، انا قبل ما بصور ده بقى اللي ورا الكاميرات اللي ما حدش يعرفه، ان انا اي فيديو حتى لو تافه، لو دانس، لو اي حاجه، لو تمثيل ليبسينج او اي حاجه، انا باجي اوريك الفيديو الاول وانت بتشوفه وتقول لي جميل، وما ببقاش فيه سؤال انا انزله ولا لا، بس انت بتشوف الفيديو الاول. وحتى الاعلانات اللي كانت بتجيلنا، انت اول واحد كنت تشوف الفيديو تقول لي حلو، لا مش حلو، هنا انت هنا عملتي ليك في الكلام شويه، فانت كنت داعم بجد لينا. بس حتى دلوقتي كل الابهات دلوقتي ولا بتوافق ان عيالها اصلا يبقى عندهم ولا اي سوشيال ميديا. طفل بقى كبير مش كبير عندهم السوشيال ميديا، لا ما ينفعش اي طفل يبقى عنده سوشيال ميديا. لا هو انت مش يعني بالنسبه هو الاطفال اللي هم تحت ال11 سنه غير مسؤولين، يعني انا بالرايي ان هم مش مسؤولين ان هم يعملوا لوحدهم. حتى لو كبار بيبقوا كبار، بس السوشيال ميديا اصلا قصدك ان في اهالي بتبقى ضد السوشيال ميديا؟ لا دي حاجه تانية. لان هو عندهم فكر ان السوشيال ميديا حاجتين، ان هو بيدخل الكاميرات لبيته لو بيصور في بيته وكده يبقى رفع الغطاء الستر عن بيته. دي نمرة واحد. وفي ناس كتير قالت لي انا الكلام ده. تمام. اوكي. لا نرجع لها. نرجع. حلوة دي. نمرة اتنين انه ممكن يتقدم محتوى غير لائق ويعمل مشاكل. ففي ناس ما بتحبش الكلام ده. طب بما ان انت دكتور وفي مستشفى كبيرة وعندك تيم كبير، هل فعلا انت قلتها اتعرضت لهجوم بسبب شغلنا احنا كانفلونسر او تيك توكر او اي او ان احنا عندنا البلاتفورم كلها؟ هو مش هجوم قد ما هو كلام، حتى لو من كلام من ورا ظهرك، حتى لو كلام رمي كلام. بالظبط. ايه بقى اللي هو طبعا ان ازاي طبعا قلت لي الكلام ده ده مفاجاه. دي حقيقه ان انت لايف يا جماعه، تسمح ان انت يعني انت مش محتاج ان انت، هم فاكرين ان الموضوع مادي وان انت فتحت وشلت غطاء الستر عن بيتك. لا طبعا. غطاء الستر ليه؟ لان يعني هم شايفين ان الحياه الاسريه مش مهم هم شايفين ايه، انت قلت ايه، انا يهمني انت قلت ايه. طبعا انا قلت ان احنا ساعتها كل واحد شايف اسرته او يعني مراته وهي بتعمل ايه
والثقة اللي بيني وبينها قد ايه، وان هو بيثق في كل حاجة تمام. هي بتعملها ومش خايف من اي حاجة هي هتعملها. ايوه تمام. بس انت فعلا كنت سبورت، عمرك ما قلت لي ان انت بتتهاجم او حد بيقول لك كلمه علينا او الكلام ده. هو بالعكس أنا انت عمرك حتى ما حكيت لي ما انا قلت الكلام حتى لو ما كانش بيقول بطريقه دايركت. مباشره. اوكي. بالظبط كده بطريقة مباشرة. اوكي. هو بيبقى تعبير عن رأي، وانا اخد بيه او ما اخدش بيه. بس ده ما اثرش عليك يا احمد؟ وما جيتش في يوم مثلا فكرت ان انت تيجي تقول لي نيفين وقفي السوشيال ميديا، انا مش عايزك تعملي فيديوز انت ولوجي؟ لا خالص خالص. لا، ما انا متاكده انه خلص، لان انت اللي قعدت تقول لي اعملي بودكاست. بالظبط كده. يعني بالعكس شايف انت بالعكس، انت كنت كل ما بتشوفنا قاعدين على الكنبه بنعمل فيديو بنتكلم فيه عن الام وبنتها كنت تقول لي الكلام ده خساره يروح كده، اعملوه بودكاست. انتوا بجد ما فيش حد زيكم. يعني انت كنت بجد شايفنا ان مفيش حد زينا. محتوى كويس جدا. محتوى كويس جدا. وانا شايف ان احنا لما نقدم محتوى كويس ويخش لكل بيت يسمعوا ارائنا عن الحياة الاسرية او الاختلافات بين الام وبنتها او بين الام والبنت والاسرة كمان، طبعا دي حاجة كويسة قوي فيها خبرة للشباب الجديد وفيها خبرة كمان للاسر اللي عايشة. والله العظيم انت جميل. انت اب جميل. اب جميل وزوج جميل. اقسم بالله بابا عنده بس بنتخانق كتير. عادي حياه طبيعي. لا بس طيب هو استنى انت بتغزل عينها اوفر. ايه بابا طيب اوفر. الله اكبر. لا مش ما شاء الله. ما شاء الله. لا ما شاء الله. لا حرام عليك، حرام عليك. لا ده انا عصبي. انت مش عصبي، انا اللي عصبي اكتر هو منك. بيتعصب مش بسرعه. بس لما بيتعصب انت بتتعصبي في ثانيه. يعني انت مش هتقلب عليا في ثانيه. استنى ثانيه. انت يا بابا تقعد فتره طويله قوي بس يحصل حاجه كده كبيره تتعصب مره واحده بس ما تنزلش بسهوله. ما تنسيش ان انا حمل. انت بقى حمل كمان نفس الحمل. انا برج ناري في ثانيه وتنزل في ثانيه. انا برج ناري. يعني اقعد اتحمل كتير قوي لكن وانسى ممكن تكون حاجه تافهه. لا بس انا بجد مبسوطه حتى في شغلي كده. بس انا بجد مبسوطه من رد فعلك على اي حد بيهاجمنا. انا مبسوطه، ومبسوطه اكتر من ان انت كنت سبورت لينا في كل حاجه. حتى بابا بشوفه هو بيتكلم وهو بيشتغل بيتكلم مع حد ويفضل يزعق اول ما يقفل التليفون نيفو. بيضحكني. ايه ده؟ في فضايح بتطلع. ده مش بودكاست يا ماما. اوكي ده تحول كده. شكرا. كت يا ابني. قول لي عندك السؤال بقى لماما. دلوقتي بابا مش واقف في ظهرك، واقف في ظهرنا بقى، في ظهرنا عموما، ومش يعني كده يعني ما حصلش اي حاجه. هتكملي بقى الحاجه دي ولا ايه؟ بصي يا لوجي، هو لما كان سبورت ليا طول الوقت في كل فيديو انا بعمله او اي حاجه انا بقدمها، كان ده بيشجعني ان انا اعمل تاني. لكن بتهيالي كده ان هو لو ما كانش في ظهري في الموضوع انا ما كنتش هعرف اكمل، ولو كنت بدات حتى شويه ما كنتش هعرف اكمل تاني خلاص. مش هيبقى عندي احساس ان انا بعمل حاجه صح. لكن هو لما كان بيتفرج علينا وبيشوفنا كان طول الوقت محسسني ان انا بعمل حاجه حلوه وبعمل حاجه كويسه، فبيديني سبورت اكتر، فبيخليني افكر وابقى كرييتيف اكتر واعمل فيديوهات اكتر. بجد ثانك يو والله. عشان بنقول احمد جايينك النهارده عشان نشكرك. دكتور احمد لو سمحت. دكتور احمد يا فندم. دلوقتي هسألكم انتوا الاثنين اسئله ايه سريعه كده ونشوف بقى مين يعني جاوبوا كده يعني. يلا بينا. اسئله عموما. مين اكتر حد عنادي؟ مين اكتر حد ايه؟ عنادي. ماما. انا والله العظيم رفعت ايدي. ماشي. مين بيصالح التاني الاول؟ يعني صراحه اتكلم عن نفسي. انا. اوكي طبعا اكيد يعني اكيد. عاجبني اجابتك يا احمد لغايه دلوقتي، انت برافو عليك. شطور. مين بيتحكم في العقل ومين بيتحكم في العاطفه؟ ماما بتتحكم في العقل وانا بتحكم في العاطفه. عموما وانا كنت بكتب الاسئله كنت جاوبت نفس الاجابه. لا والله. عشان بابا طيب قوي. انت شايفين؟ انت جاي تقلبنا على بعض صح؟ انت وجودك قلبنا على بعض. لا. ماشي. السؤال ده بنوقعك يا بابا. ايه؟ لو رجعتوا هنوقعكم انتوا الاثنين عموما. طب يلا قولي. لو رجعتوا يوم واحد في حياتكم هتبقى ايه مع بعض يعني؟ يوم واحد. يعني نرجع، قصدك ان احنا نرجع ليوم ورا؟ ايه اليوم اللي هنرجع له؟ ايه اليوم اللي نرجع له يا
يوم لوجي، يوم ولادة لوجي. يا راجل حرام عليك، دي كانت اصعب فتره. اصعب. بس. حرام عليك. لا انا بالنسبه لي دي اصعب فتره في حياتي حصلت. ومش هنحكي، لا، ما لا، هو ما كان كانش أصعب. عنده المشاكل اللي كانت عندي. انا محجوز لي رعايه مركزه يا ماما. لا لا، يوم انتوا بس لا انا من غير بالنسبه عيال. لي، طب انا بالنسبه لي هنرجع ليوم ما اتخطبنا مثلا، عشان اعيش نفس المشاعر تاني والحب والحاجات دي. تمام. انا بالنسبه لي ونعيش بقى الحياه من الاول تاني. وعلى فكره بابا كان بيبعت لي اغاني واحنا مسافرين. ايوه رومانسي يا بابا اصلا. ايوه رومانسي جدا. رومانسي جدا. كان بيكتب لي جوابات. ماشي، لو كان ماشي. عندكم سوبر باور هتبقى ايه؟ سوبر باور. قوة خارقة. عايز ايه تبقى عندك قوه خارقه؟ تبقى ايه؟ قوة خارقة. يوم واحد. يوم واحد كده، هو يوم واحد قوة. اعرف الناس بتفكر في ايه. حلو حلو والله. يا انا عايزه الناس تبان على حقيقتها في اليوم ده. ايوه. عايزة كل الناس تبان على ثانية حقيقتها. ثانية امبارح وانا برضو بكتب الأسئلة. اوعي تقولي جاوبتي. لا، ماما جاوبت نفس الإجابة بتاعتك. امم كلمة واحدة توصفوا بيها حياتكم، توصف بيها حياتكم انتوا الاتنين سوا. كلمة واحدة نوصف بيها الحياة. كلمة. انا بالنسبه لي امان. وين؟ ولو مفيش امان مفيش حياه. مم. ده رايي. سؤال صعب أوي كده. سؤال صعب قوي بالنسبة لي. عشان انت الراجل، عشان انت بتبقى مصدر الامان. امم الست بالنسبه لها احساسها بالامان مع الراجل اللي هي بتبقى عايشه معاه. لكن الراجل بيبقى حاسس بايه بقى؟ لو انت حياتك مستقره تبقى اكتر حاجه حاسس بيها في الحياه ايه؟ يعني انت كده. السعادة، ان انا ابقى سعيد. السعاده بالوش المكشر ده بلاش خالص. يا جماعة عشان هو بيفكر بس بيفكر. بالظبط كده. ايه اكتر حاجة بتحبوها في بعض وايه اكتر حاجة بتكرهوها في بعض؟ انا اكتر حاجة بكرهها في ماما قولها لي في وشي. العصبية. قولها لي في وشي. قولها لي في وشي. بالله وأنا. بصي لي في وشي كده العصبية وقولي لي. بالله وانا والعناد. اقسم بالله. العصبية والعناد. تمام. ماما. اكتر حاجة بقى بحبها فيها يا رب تقول حاجة. القوة. اه قوية. ما شاء الله. امم والله ابويا ده كده أوي. قوية في المواقف وقوية في الحياة وفي الصعوبات الحياة اللي احنا بنقابلها. دي احلى أنا حاجة. أقول بقى. هضيع. أنا ايه أقول. هضيع؟ هدمع. بقول لك هضيع. انا بالنسبه لي احلى حاجه في بابا ان هو طيب، بني ادم طيب. طيب في كل حاجه، مش طيب الطيبه اللي هي العاديه، لا طيب اللي هو طيب مع كل الناس، طيب في كل مع اي حد. ما بيحبش يزعل حد خالص، لا بره البيت ولا جوه البيت، ويمكن بره البيت كمان كل الناس بيعملهم بطيبه فظيعه. فدي من اكتر الحاجات. قليل الرجاله اللي بتبقى طيبه وحنين. طب ده حنين، محدش يقدر يقول حاجه. ايه اكتر ايه الحاجة اللي ممكن تغيريها في بابا وايه حاجة ممكن تغيرها في ماما؟ الطيبه الاوفر بقى، يعني هي طيبه تمام، بس الطيبه الاوفر لناس ما تستاهلش الطيبه. طبعا الموضوع ده احنا بقالنا 25 سنه، لان قبل الجواز ب 23 سنه دي سنتين، 25 سنه بنتكلم في نفس الحاجه. ان انت طيب مع ناس كل الناس سواسيه، بس في ناس طيب معاهم وما يستاهلوش الطيبه دي، لكن انت بتعامل كل الناس بنفس الطريقه، وحتى لو حد شرير وانت شايف ان هو شرير، لا ازاي؟ عشان ربنا وحرام. وطبعا الوازع الديني في الموضوع هو اللي مسيطر شوية. كتير. كتير. انا عارفة، انا شاهدة يا جماعة. ايه انت بقى؟ شوية ونفسي اغير صحيح. فعلا. لكن انا مش بقى عارف. اكتر حاجه عايز تغيرها فيا، اكيد طبعا كلنا عارفين. انما انا هيكتبوا دلوقتي العصبيه. طبعا. عصبية. شكرا. لازم نصورك على فكرة. انت بص اول ما فيديو. شاهدوا نبين عفيفي قبل ماشي اوكي. ايوه. انا خفت او ما عملت. بتحرك لي. اسالك سؤال، ايه اكتر حاجة بتكرهها في ماما؟ كل حاجة حلوة الا العصبية. تمام. لحق نفسه. بالظبط كده. عشان بس نخش البيت النهارده. عشان تعرف تروح. يا رب تكون الحلقة عجبتكم النهاردة من بودكاست نقطة اختلاف. ضحكنا وهزرنا واختلفنا بس في الاخر اتفقنا. سلام.